طبعا النهاردة 27/11. ذكرى طبعا ماتش النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، اللي ناس كتير هتاخد الموضوع بتحفيل وبتريقة والكلام ده كله. والله أنا مش طالع أتكلم في الكلام ده كله، أنا كل اللي بقوله بس إن والله الفرق بين النادي الأهلي والنادي الزمالك هو إن أنا بعرف أستخدم النقط الفاصلة في تاريخي وأحولها إن هي تكون حاجة تطلعني لقدام. يعني أنا كنادي أهلي مع تتفق أو تختلف كل واحد حسب انتمائه. أنا مثلا بشوف إن النادي الأهلي قدر يستغل لقب نادي القرن أفضل استغلال، من بعدها الأهلي وصل لحد فين. أنا بشوف إن النادي الأهلي بعد ما خد بطولة أفريقيا من نادي الزمالك كانت التاسعة، أنا دلوقتي بدور على ال13 وسيادتك لسه بتدور على الستة. هو ده اللي أنا بحاول أعمله، إن أنا دايما بشوف النقطة اللي أنا بتفوق فيها وأحاول إن أنا أبني عليها، إن أنا أطلع نفسي لقدام. طب هل الزمالك بيعمل كده؟ أبدا. الزمالك تلاقي مثلا خد بطولة كأس السوبر الأفريقي يقول لك أنا بطل أبطال أفريقيا. طب ابني على اللي أنت خدته، ابني على اللي أنت خدته، إن أنت ما ترجعش لورا خطوة. شوف الزمالك بعد كده تدهور، بعيد عن الماتش الاهلي اللي خلص ضربات جزاء. انا بكلمك في طريقه الاداء وفي طريقه اللاعبين وفي مشاكل اللي حصلت للاعبين. انا ببني على النقطه اللي انا وصلت لنقطه كويسه، ما ينفعش اهد وابني من اول وجديد. ما ينفعش اوصل لنقطه وافتكر ان هي دي الدور الاخير. لا، النقطه اللي انت وصلت لها هي ممكن تكون عمود في دور، نقطه في دور انت وصلت لها لازم تبني بعديها. ده الفرق بين الاهلي والزمالك. دايما الاهلي السهم بتاعه اخضر زي البورصه كده طالع لفوق، ودايما نادي الزمالك حتى لو وصل لنقطه وابتدى يعدل اموره تلاقي دايما السهم بتاعه نازل لتحت. ليه؟ ما هو ده الاساس. طب حصل اخفاق، لو حصل اخفاق عند الاهلي فبتلاقي الايد اللي بتضرب ايد من حديد، بتضرب على اللاعبين. مفيش حاجه اسمها المظلوميه، مفيش حاجه اسمها محسوبيه، مفيش حاجه اسمها اصل اللاعبين وده اسطوره ما ينفعش حد يكلمه وده نجم الكون والكوكب محدش يقدر يكلمه. مفيش الكلام ده كله، بياخد عقاب زي ما حصل في ماتش صن داونز 5 ما اتكررتش غير بعدها بسنه او سنتين اتكررت، برضه حصل عقاب. وفي البطولتين، وفي البطولة التانية الأهلي خد فيها بطولة أفريقيا. فأنت لما بيحصل عندك برضه انتكاسة، فأنت بتقدر تستغلها لصالحك وتقدر تطلع نفسك لقدام. هل الزمالك بيعمل الكلام ده كله؟ أشك، لأن كلنا شايفين نادي الزمالك في الخطأ هو بيساند لعيبته، في الصح هو مش بيمجد لعيبته، هو بيطلعهم السما. على ايه؟ على حاجه بسيطه خالص ممكن يعملوها للنادي، يكونوا عملوها للنادي، بس هم خدوا قدام الكلام ده كله مقابل كبير جدا. ليه ادارات الزمالك وجماهير الزمالك بيحاولوا دايما يوصلوا اللاعب اللي هو لو عمل حاجه قد كده في نادي الزمالك يقول لك ده البطوله ب20 من بطولات الاهلي؟ لا، انت كده بتوصل له ان انت خد بطوله واقعد 20 سنه ما تاخدش بطولات. انت كده بتوصل له كده. انا ما بقولكش عشان خاطر اشككك في الحاجات اللي انت بتقولها، انا بقولك عشان اوصلك ان انت لازم تحط اللاعب بتاعك تحت ضغط وتحط ادارتك تحت ضغط، ان اللاعب ما يترفعش في النادي الا لما يديني بطولة واتنين وتلاتة ويرفع من شأن النادي. انت بتلاقي لعيبة تاريخها كله في الزمالك لعبت 10-15 سنة 5-6 بطولات، 10 بطولات، 20 بطولة. ده تاريخ بيعمله لاعب او مدرب في النادي الاهلي في 2-3 سنين. مع فرق الاختلاف، سيادتك هتقول لي ماديا، هتقول لي رعاية، هتقول لي مش عارف ايه. هقول لك كل الكلام ده لو انت فكرت بالعقل هتلاقي اكتر نادي بيتساعد واكتر نادي بياخد فلوس هو نادي الزمالك. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. في الختام، سلام.